خلال أقوال وتصرفات القيادات، وليس من خلال الخطط والقرارات والتعليمات. يعني الناس تنظر إلى الأعمال، ما تنظر إلى الأوراق والأقوال، تنظر إلى التصرفات والأعمال. كيف يتصرف القادة؟ ماذا يقول القادة في الجلسات الخاصة؟ ولا يهمهم ماذا يقولون في الجلسات العامة، لأن يدرون الناس كلهم كثير منهم بياعين حكي، ولا ينظروا إلى الأوراق والتعليمات التي تصلهم. هذا صحيح، هذا واقع، هذا واقع، هذا موجود في البشر. سؤالي ليس عن هذه المقدمة اللي هي حقيقية موجودة في البشر، سؤالي عن اللي في الأحمر أمامكم. هذا أمر يمكن تغييره، بمعنى ممكن أربي جماعة ولا حزب ولا موظفي شركة على أنه ما يعملوا هذا، يقيس الأمور بالخطط ويقيسوها بالتعليمات ولا يقيسوها بتصرفات الناس. هذا أمر يمكن تغييره. الموافق على أن هذا أمر يمكن تغييره يرفع يده. اللي يرى أن هذا الأمر يمكن تغييره يرفع يده. اللي متردد يقرر. خلاص؟ اللي رفع يده ياخذ 0. ما يمكن، لا تحلموا. هذه من الأمور التي ما يجب أن الواحد يصير عنده وهم ويظن أنه يمكن تغييرها. يجب أن تتعاملوا مع واقع، يجب أن تتعاملوا مع الواقع. الرسول صلى الله عليه وسلم ربى الصحابة الكرام على عدم حب الدنيا وعلى الإيثار وعلى يعني احترامه هو شخصيا والثقة به إلى آخره. لما جاءت معركة حنين بعد فتح مكة سنة 8 هجرية، جاءت غنائم هائلة، الناس ما تتخيل حجم الغنائم، غنائم هائلة يعني فوق خيالكم. النبي صلى الله عليه وسلم يعطي واحد من الأعراب وادي كله غنم، هذا واحد بس، فتخيلوا حجم الغنائم. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا غريبا، أعطى كل الناس وركز بالذات على فئتين: المهاجرين اللي هاجروا من مكة إلى المدينة وفقدوا كل أموالهم، وركز على المؤلفة قلوبهم: أبو سفيان، عيينة بن حصن، المسلمين القادة اللي أسلموا حديثا. حتى في الرواية أنه أمر بأبي سفيان فجاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم أمامه كميات ضخمة من الذهب والفضة ضخمة، فقال: يا أبا سفيان احمل ما تقدر على حمله. ففرش أبو سفيان ثوبه وبدأ يشيل ويحط، جاي يشيلها ما قدر من ثقلها، ما استطاع يحملها، فقال: أعينوني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يعينه أحد، أنا قلت لك أنت تحمل بس. فتوقع الناس أنه يشيل منها شيء يرجع شيء، ما رجع ولا شيء ولا حبة رجع رضي الله عنه. فلفها وشالها هكذا يصفونه، فمشى وهو يترنح من شدة ثقلها، والنبي صلى الله عليه وسلم يهز رأسه عجبا من بخله. هذا في الحديث في النص. فهكذا كانت الأعطيات، أعطى أعطيات ضخمة جدا، ولم يعطي الأنصار ولا شيء، ولا شيء، 0. والأنصار قاعد يتفرجون، هذا يأخذ وادي غنم وهذا يشيل الشيء هذه، وهم ولا درهم. فاجتمعوا اجتماع جماعي للأنصار، ثم أرسلوا ممثلهم سعد بن عبادة رضي الله عنه، سعد بن عبادة. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن قومك الأنصار قد وجدوا عليك في أعطياتك لحنين. يعني ما هم راضين، هو رباهم علمهم كذا، بس لا، ما هم راضين. فقال: وما تقول أنت يا سعد؟ هذا قومك، أنت إيش رأيك؟ يعني إذا هم فيهم ضعف في التربية وأنت؟ قال: إنما أنا رجل من قومي. هذا سعد بن عبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عالجهم بالعواطف كما ذكرت لكم سابقا: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبوا أنتم برسول الله؟ فقالوا: رضينا رضينا. الآن لو جاء واحد من قادة الشركات وعمل شيء مثل هذا وقال لهم: ألا ترضون أن تذهبون الناس ما تنظر إلى الأعمال، تنظر إلى ما تنظر إلى عفو التعليمات والكلام الورق،
تنظر الفاتك